عليكم، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نتكلم على بذور اكبي. هاد البذور افريقيه الاصل تحديدا من السنغال والكوت ديفوار. مؤخرا دارت واحد الضجه في عالم زياده الوزن وتسمين الجسم، ولقات واحد الاقبال اللي كبير من طرف المهتمات. اكيد هاد الشيء كان ماشي من فراغ، لكن بالنتائج الواضحه ديالها. بذور اكبي صبحات معروفه بقوه النتائج ديالها اللي كتبان في واحد المده اللي قليله، مفيده بزاف في زياده الوزن وتسمين المناطق الانثويه في الجسم، اكيد مع الاستمرار عليها لانها ماده طبيعيه. هاد البذور غنيه بالبروتينات والالياف، مليئه بالاحماض الدهنيه اللي كتزيد في الصحه العامه وكتساعد على اكتساب واحد الكتله عضليه خاليه من الدهون، اكيد الى تقترنات بالتمارين الرياضيه المستمره. هي وحده من اكثر البذور الغنيه، وباستعمالها ممكن تكتسب وزن اسرع بكثير من المعتاد وبطريقه طبيعيه وامنه. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديالها، فحاليا كنستعملوها في اللحسات او المسمنات، بشرط انها ما تخلطش مع مكونات غير طبيعيه، مثلا بحال الشكلاط، سيريلاك، نيدو، تخلط فقط مع مواد طبيعيه. كذلك نتفاداو اننا نخلطوها في اللحسه او المسمنه اللي كتكون كتحتوي على اعشاب بحال الشيح، الزعتر الى اخره. اكيد اصلا هاد الاعشاب ما عندهم باش تفيد في اللحسه، من الاحسن استعمالهم كشاي او منقوع ويتخادوا مع اللحسه او المسمنه. كذلك يمكن نستعملوها في الكريمات ديال زياده الوزن، وكتدمج مع زيوت بحال زيت الحلبه، الصوجه، زيت الزنجلان، زيت بذور العنب، كتعطي نتائج ممتازه. كذلك نستعملوها في البروتينات ديال زياده الوزن اللي كيتخادوا على شكل عصائر، لان السوائل كتعطي واحد الكميه مهمه ديال السعرات الحراريه اللي كتزيد في الوزن. حاجه اللي مهمه قبل استعمال اي مكون لزياده الوزن، وخصوصا كيحتوي على بذور اكبي، خاص يكون واحد التشخيص للحاله ديال السيده اللي بغات تاخذها. ربما يكون عندها اي مرض مزمن، او ربما عندها مانع من موانع زياده الوزن. في هذه الحاله اكيد حتى شي وصفه ما غادي تعطيها نتيجه مزيانه. الا وصلتوا حتى لهنا كنتمنى تبارطاجيو الفيديو وديروا اشتراك. شكرا، مع السلامه، في امان الله.